من نهار بديت ندير الفيديوهات ما عمر كان عندي سيتاب حقيقي نخدم فيه. اغلب التجارب اللي شاركتكم كانوا اما في الصالون ديال الدار ولا فوق الطبله ديال الماكله، وهذا الشيء عمره كان احراج بالنسبه ليا، بالعكس فلوسي كلهم استثمرتهم في المشروع ديالي، وهذا الشيء اللي عمرني ندمت عليه حتى جا الوقت اللي خديت فيه داك الشيء كامل اللي كنت نحلم به. ومن بعد بزاف ديال الوقت واخيرا هي الكارت جرافيك، الحصله ديال الخيوط، خصنا كابل 12 بن. ولكن بقات لي نقطة وحدة اللي اقتصت فيها بزاف، مكتب اللي خديته من ماركت بليس ب 350 درهم، اللي لا لونو ولا شكله كان عاجبني، وزيد الضيق اللي خلاني نفكر نبدلو عند أول فرصة. جات الفرصة اليوم، شريت هذا المكتب، يلا نفتحوه ونجربوه واش بصح يستاهل هذا الثمن اللي دفعت فيه. ولكن قبل ما نبداو بقات لي واحد النقطة مهمة اللي ما ضربتش الحساب ديالها. البيرو اللي خديت فيه متر و50 اللي كنت ناويها صغيرة، ولكن صدقات كبيرة مقارنة بالبيرو اللي كان عندي، وكذلك فيه 75 سنتيم، اذا راه غادي يجي خارج بزاف على الحيط، وانا عندي مشكلة هي الماريو كاين في هذه الجهة. الا ركبت وخليت المكتب هنا فالماريو ما هادشي بقى يتحل كامل، يعني المكتب ما صالحناش نديروه هنايا، خاصو يتحول للجهه الاخرى. الجهه الاخرى عندي فيها واحد المرايه، غادي نحاولوا نحولوها لهاد الجهه، والمكتب نردوه في الحيط الاخر. كنظن غادي يكون هكا احسن. من بعد ما رجعنا المكتب لبلاصتو الجديده، ما بقى لنا غير نفتحوه ونركبوه، وديك الساعه نوريكم كيفاش غادي يجي. ولكن اول قطعه غادي نبدا بها اللي هي الرجلين واللي فيهم الموتور ديال هذا المكتب. كثير منكم غادي يستغرب كيفاش موتور ومكتب، فهاد البيرو كيجيب واحد الميكانيزم ديال طلوع ونزول، كيكون عنده واحد المحرك اللي كيخليه يطلع وينزل. هاد الشوا كيكون شويه زايد في الثمن على لي شوا الاخرين اللي كيكون المكتب ستابل، يعني ما كيطلع ما كينزل. انا اختاريت هذا، غادي نبداو التركيب. هكا ولات النتيجه من بعد ما حطينا فيه السيت اب كامل. صراحه البيرو متيسع بزاف، ونقدر نحط فيه حوايج كتر اللي ما كنتش نقدر نديرهم في البيرو اللي قبل، منهم